استني يا جيداء، خليني أقف جنبك، المصلية واسعة. لا معلش، المصلية مش هتكفينا. روحي دوريلك على مصلية تانية صلي عليها. تخيلي إنك تضيعي صاحبتك عشان حتة بونبونية. ده اللي حصل مع ريم وجيداء. شوفوا القصة اللي بدأت بضحك وانتهت بدموع في الفصل، والمدرسة قالت لهم سر غير حياتهم. البداية كانت بسيطة، كيس سويتس ريم أكلته ونسيت تعزم على جيداء. الحمد لله، كان طعمه تحفة. بقى كده يا ريم؟ تاكلي لوحدك ولا كأني موجودة؟ ماشي. مالك يا جيداء؟ بوزك شبرين ليه؟ مفيش حاجة خالص. يلا بينا نقوم عشان نلحق نتوضى ونصلي. المشكلة دي بتحصل تقريبا كل يوم مع بناتنا. كملوا الحكاية للآخر عشان تعرفوا اللي حصل بالظبط بين ريم وجيدة. استني يا جيداء، خليني أقف جنبك، المصلية واسعة. لا معلش، المصلية مش هتكفينا. روحي دوريلك على مصلية تانية صلي عليها. جرى إيه يا جيداء؟ دي بتاخد 3. انتي مالك النهاردة؟ أنا كده عاجبك ولا مش عاجبك؟ الاتنين قاعدين في الفصل، ريم بتبص لجيداء بضيق وجيداء بتبص الناحية التانية بزعل. المعلمة بتدخل وتلاحظ التوتر. ريم، جيداء، مالكم؟ فين الضحكة اللي مش بتفارقكم؟ ليه بتبصوا لبعض كأنكم أغراب عن بعض؟ يا مس مش عايزاني أصلي جنبها وطريقتها غريبة، عشان هي أصلا أنانية وبتاكل لوحدها ومش بتفكر فيا. يعني كل الخصام والنظرات دي عشان سويتس؟ يا بنات، الشيطان بيدخل بين الصحاب من الثغرات الصغيرة دي. ريم نسيت تعزم. كان ممكن يا جيداء تقولي لها بضحكة فين نصيبي، لكن تشيلي في قلبك وتمنعيها تصلي جنبك، ده القمص بيخلي القلب يضيق. يا ريم، خدي بالك من مشاعر صاحبتك، ويا جيداء عاتبيها بكلمة وما تخليش تفاهة تضيع غلاوة. ما تنسوش تعملوا لايك ومتابعة عشان يوصلكم باقي قصص أبطالنا.